السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم. أنا محمود مصطفى. إن شاء الله في ناس كتير حابة إن تعمل مهرجان. أنا بإذن الله رب العالمين هعلمكم إزاي تعملوا مهرجان بطريقة بسيطة وسهلة جدا. بس كل اللي عليك اللي أنت تركز معايا بالظبط 3 دقايق، هتعرف البرامج اللي أنت هتستخدمها والفلاتر اللي أنت هتستخدمها. أول برنامج لو أنت شخص مثلا بيجنرز أو مبتدئ، بالنسبة للمبتدئين المبتدئين، اول برنامج معانا اللي هو برنامج الاسيد برو، والبرنامج اللي احنا هنستخدمه بشكل اساسي، والبرنامج اللي بنقدر نعمل عليه هندسه صوتيه. ويا جماعه محدش يستصعب ان هو يبقى حاجه صعبه والكلام ده، لا. مثلا زي مهرجان ما فيش صاحب يتصاحب، المهرجان ده اللي عملوه الشباب اللي عملوه في ساعه زمن واحده بس. وشوف الضجه اللي عملها المهرجان ده حاليا في مصر. اول برنامج هو برنامج الاسيد برو 4. البرنامج اللي قدامنا ده ومعاه مجموعة الفلاتر اللي احنا هنستخدمها، وهنتعرف عليهم برنامج. أول برنامج أو أول فلتر الأوتوتيون، وده فلتر أساسي ولا غنى عنه. وتايم وركس ديلاي والريفيرب والار بي سي. يبقى الأوتوتيون والديلاي والريفيرب والار بي سي، دول الأربع فلاتر اللي احنا بنستخدمهم بشكل أساسي في برنامج التوزيع الاسيد برو. تعالوا كده نسطب البرنامج. هو دلوقتي الاسيد برو عامه هو مسطب، بس لما بتسطبه بيفتح معاك بالشكل ده، وبتلاقي تحت الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي لينك برنامج الاسيد برو ولينك الفلاتر اللي انت هتستخدمها عشان ما تقعدش تدور عليها كتير. دلوقتي البرنامج لما يفتح معاك هيفتح معاك بالشكل ده. مثلا تعالى نسطب بالفلاتر. لازم البرنامج الاسيد تحط له السيريال بتاعه، لان لو ما حطيتلوش السيريال البرنامج مش هيرضى يحفظ اي اغنيه. سطب اول برنامج الاوتوتيون. تاني فلتر واللي هو الدولاي. هو عامة عشان متسطب بس انا بعمله قدامكم. الريفيرب والار بي سي. والار بي سي عامة هو نادر لما بتستخدمه، بس هما دول 3 فلاتر الاساسيين اللي احنا بنستخدمهم بشكل اساسي. تعالى كده نرجع نفتح البرنامج ونجرب اي مقطع صوتي، او انت ممكن تدخل تعمل حاجة بصوتك. مثلا اول حاجة بتدوس هنا ده الستارت بتاع البداية، بتعمل تيست على المايك كده. المايك معاك شغال طول ما انا بتكلم، الاشارة موجودة. طبعا بتدوس ستارت وبتبدأ تقول مقطع صوت بصوتك، او بتحط مقطع صوت عندك بتجرب بتشوف البرامج او الفلاتر اللي انت حطيتها اشتغلت ولا لا. نجيب مقطع صوت بالشكل ده، نبتدي بالافلام. نتفرج على ندمك على اللي انت عملته جوايا، هو خلينا اشوف حريتك. ده عامة الصوت الطبيعي للشخص اللي بيغني. بنبدأ نعمل وزنية، مثلا بنختار الفلاتر نشوف الفلاتر اتسطبت ولا لا. اول فلتر اهو الاوتوتيون، تضغط عليه بيبقى عندك فلاتر كتير، بس اهم فلاتر هي الفلاتر اللي انا قلتها لك دي، الدولاي والريفيرب. بنبدأ نشتغل مع بعض بالشكل اللي انا هقول لك عليه، بتعمل بيهم الوزنية بتاعتك بالشكل ده كده. ارفعها فوق ودي تيجي هنا في الاوتوتيون تبدأ تملى دي 100، تبدأ تملى دي بتنزلها
املا دي، املا دي بتخليها 70 مثلا، او على حسب الصوت الشخص اللي بيغني. مثلا لو صوته رفيع او خشن، بتبدأ تظبط الصوت من خلال من هنا. تبدأ ده تعمل ده كده. انا بعمل الوزنية عامة على حسب الصوت صوت الشخص اللي موجود عندي. تعالوا كده نسمع الصوت. نتفرج على ندمك على اللي انت عملته جوايا، خلينا اشوف حريتك. الفيديو ده انت عرفت الاساسيات اللي انت هتشتغل عليها. هو برنامج الاسد برو 4 والفلاتر اللي انت هتستخدمها. هتقدر تحمل برنامج الاسد 4 والفلاتر اللي انت هتستخدمها. انا جايب لك اللينك موجود تحت الفيديو عشان متقعدش تدور عليه كتير. وان شاء الله في الحلقة اللي جاية هنبدأ مع بعض ازاي هنعمل مهرجان كامل، وازاي نحفظه بجودة كويسة، وازاي نقدر نغني، وازاي يبقى ادائنا كويس على المهرجان، وازاي نقدر نفلتر الصوت كويس ونعمل هندسة صوتية كويسة. غير ده كمان اللي في الفيديو اللي بعده هيكون فيديو اقوى، لان احنا هنتعلم ازاي نغني لايف. في كتير مستني يعرف ازاي هيغني لايف او الغنى اللايف ازاي. ان شاء الله نلتقي في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.